عدو سيء جدا قدام نادي الزمالك. النهارده هنتكلم عن ماتش الزمالك وبيراميدز، وفي موضوع كده في اخر الفيديو برضه استناني فيه. وانا ابراهيم الجالفي، وده الهرم الرابع. اهلا بك يا صديقي في فيديو جديد في الهرم الرابع. امبارح شفنا ماتش بيراميدز والزمالك، ماتش في رايي كان في المتناول. النهارده بالنسبه لي تعادل بطعم الهزيمه، كان ممكن ان احنا نكسب، كان يعني تبقى انطلاقه قويه. بس للاسف في حاجات يعني احنا عملناها في الملعب قدام الزمالك خلتنا ما نقدرش نكسب الماتش ده. خلينا نبدا على طول في اللي حصل، وخلينا نقسم الماتش على فترات. اول فتره لحد ما بيراميدز جاب جون، الفتره دي بيراميدز عمل كل حاجه، لعب ماتش قوي جدا. انت فاهم؟ ماتش الصراحه الزمالك مش عارف يباصي بسطين على بعض. يعني الامكانيات الفنيه اللي عند الزمالك اصلا مش كبيره، باعتراف جمهوره. انا مش بقلل من حد، جمهوره عارف ان امكانياته اقل بكتير، وعنده مشاكل كتير جوه الملعب وبره الملعب. انت فاهم؟ على عكس بيراميدز اللي السكواد بتاعه قوي جدا، هو عنده فرقه اساسيه، فرقه على الدكه. انت فاهم؟ يعني اللعيبه اللي نزلت من على الدكه دي في حد ذاتها فرقه اساسا. فبيراميدز عمل كل حاجه ليها علاقه بالكوره في الشويه دول. تمام. عبد الله السعيد جاب جون، ملك يعني كينج، عظيم طبعا. ماشي، جاب جون حلو جدا. 1-0. الزمالك لو كان عنده شويه حماس او شويه شراره، انت فاهم، راحت كلها. استسلم تماما من بعد الجون بتاع عبد الله السعيد، حس ان الماتش اصلا صعب جدا عليه. احساس يعني الزمالك كان منتهي، مستسلم. بيراميدز بيضيع برعونه غريبه قدام الجون. انت فاهم؟ يعني انت متخيل ان المساك علي جبر لوحده مضيع جونين على المساك؟ خلي الفرقه كانت عامله ايه. بدانا ان احنا نستعرض، نقسم، نلعب بالكعب، حاجات زي كده. انت فاهم؟ لحد نهايه الشوط الاول. بدأ الشوط التاني برضو نفس الكلام، ماشي. بس في حاجة، الزمالك المدرب اتكلم معاهم ويعني زرع لهم الروح تاني. احنا نازلين متدلعين، متدلعين. احنا بنتعالى على الكورة. احنا نسينا ان احنا بنلعب الزمالك مهما كان عنده مشاكل، لعيبة مش حلوة، مستوى فني ضعيف، أزمة اقتصادية، أزمة إدارية، أزمات. بس انت بتلاعب الزمالك، انت نسيت ده، وتعاليت على الفرقه اللي قدامك، وتعاليت على الكوره عامه. بتلعب باستهتار، والنتيجه 1-0. نتيجه ملهاش امان. ده الف ب كوره، ان نتيجه 1-0 دي ملهاش امان. انت فاهم؟ طيب، لما بتعمل كده، انت فاهم، النتيجه بتفضل 1-0 كتير، وانت بتضيع، بتاخد الفرقه التانيه اللي هي في الحاله دي اقل منك في المستوى، بتاخدها عليك. فرقه الزمالك كان المفروض يدخل فيها الجون التاني والتالت، لكن انت الغرور خدك لحد ما الزمالك اخد عليك، بدأ هو اللي يهاجم. ولما الزمالك هاجم زعلك، جاب جون. انت دخل فيك الجون الاول يا باشا، انت مخضوض، انت مش مصدق ايه اللي حصل ده. يعني مش فاهم. انت كنت يعني من 10 دقايق انت كنت بتاكل الاخضر واليابس، وبتعمل كل حاجه، وبتلعب بالكعب، وبتقسم، ومش عارف ايه، وبتضيع يعني باستهبال قدام الجون. وعلى ما تفوق من الارتباك التاني، فاهم؟ ده اللي حصل، هو ده اللي حصل حرفيا. والزمالك لعب برضو كوره حتى بعد ما جاب الجون التاني، لعب بتاع 5 دقايق كده لحد بقى الحمد لله على السلامه. احنا فوقنا وادركنا الموقف، ان احنا الماتش حرفيا بيروح من ايدينا، مع انه كان ماتش سهل. يعني جمهور الزمالك نفسه كان متوقع ان فرقته هتخسر، وفجاه النتيجه بقت 2-1 للخصم، وانت محرج. انت فاهم؟ ماتش كبير، كان في ايدك فرصه ان انت تبعد عن الزمالك في الترتيب الدوري من بدري بدري من الاول. انت فاهم؟ وتدخله هو في دوامه، وانت تاخد الثقه. كل ده راح يا باشا، كل ده راح. رمضان صبحي بيجيب جون التعادل بعد ما اخيرا رجعنا نلعب كوره بقى زي الناس. اخيرا، انا مش عارف كنا فين. انت فاهم؟ رمضان صبحي بيجيب جون، جون حلو جدا، نتيجه 2-2. وبيراميدز من غير الطرد بتاع الزمالك، بيراميدز بيلعب في نص ملعب الزمالك. ده بقى عدل الكوره، ان انت ما تكسبش.
طبعا انت كان لازم تتعاقب. انت بعد اللي حصل، بعد اللي انت عملته ده، انت ما كانش ينفع تكسب. والزمالك بيلعب ربع ساعه من اول الدقيقه 80 لحد الدقيقه تقريبا 96 بيلعب ناقص لاعب. ما هو حرفيا بيلعب في منطقه جزائه، وانت ما جبتش جول ولا هتجيب جول لانك ما تستحقش. فده ببساطه اللي حصل في ماتش الزمالك. في بقى كام لعيب عايز اتكلم عليهم في الماتش. اول حد هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يا جماعه عظيم، جاب جون فاول. انا ما بشوفش فاولات كتير في الدوري المصري عامه. الحيطه يعني غلطت، انت فاهم، بس برضه اتوجهت حلو واتوجهت بقوه. واحد من الهدافين التاريخيين للدوري المصري عبد الله السعيد، واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. شئت ام ابيت اللي كان بيعمله عبد الله السعيد امبارح وعنده مش عارف 38 سنه، يعني كبير جدا، وبيلعب ماتش ومحدش عارف يجاريه. فعظيم بصراحه. وحد تاني برضو ابراهيم عادل. ابراهيم عادل برضو عمل كل حاجه في الكوره امبارح، عمل كل حاجه بمعنى كل حاجه. حرفيا انت عايز اقول لك والله بيراميدز في الملعب لعب احسن، بس انت ما تستحقش تكسب علشان انت تعاليت، وده انت كان لازم تاخد بالقلم على وشك، انت فاهم. فابراهيم عادل برضو عمل ماتش خيالي. انا بالنسبه لي بصراحه راجل المباراه مش وليد الكارتي، هو ابراهيم عادل بالنسبه لي. مين تاني؟ علي جبر. علي جبر ما ينفعش. علي جبر بجد بجد ما ينفعش يكون هو ده الركيزه الاساسيه بتاعتك في خط الدفاع. ما ينفعش، ما ينفعش. علي جبر لعيب بالنسبه لي يكون هو البديل، ما يكونش هو الاساسي. خلاص علي جبر كبر، انت فاهم. احنا شفنا النهارده علي جبر عنده مشاكل ورا في خط الدفاع ومضيع جولين قدام، ويعني علي جبر لوحده كان ممكن يخلص الماتش ده لوحده. وانا بصراحه عايز اشوف محمود مرعي جدا. بس يا سيدي ده كان الكلام عن الماتش. اتمنى ان المستوى يتحسن، واتمنى ان احنا نكون على قد المسؤوليه. زي ما قلت قبل كده احنا ما ينفعش ما ناخدش بطوله السنه دي، ف ان شاء الله خير يعني في الماتشات الجايه. طيب من هنا بقى اخدك الموضوع اللي كنت عايز اكلمك فيه، ظاهره الناس اللي بتيجي، مش هقول لك تشجع، اللي بتيجي تهتف للبيراميدز، لان هم مش بيشجعوا، هم بيهتفوا، ودول مرتزقه. خلينا مقتنعين بده، دول مش جمهور. بص يا اسطى، بيراميدز ملوش جمهور. خلينا بقى ايه متفقين، بيراميدز ملوش جمهور، يتعدوا على صابع الايد. مش هنكابر انت، ودي مش عيبه في نظري، انت فاهم ان دي حاجه مش اهانه يعني. بيراميدز ملوش جمهور. انت بتخلق مجموعه من المهرجين واخدين فلوس عشان يعملوا حس في الملعب حرفيا. طيب انت ايش عرفك؟ ما يمكن ان هم بيشجعوا بيراميدز فعلا، انت داخل جوه نوايا. اقول لك انا ليه. بص يا سيدي، والله اصل الفكره ان انا بحضر في الاستاد وعارف الدنيا بتمشي ازاي هناك. فجاه هم كلهم بيوصلوا في نفس التوقيت. ده اول حاجه لاحظتها. انت فاهم يعني، هم مثلا مش كل واحد قاطع تذكره وواقفين طابور ووصلوا كده بشكل عشوائي، لا، هم ما كانوش موجودين خالص. وبعد كده فجاه قبل الماتش بربع ساعه ولا حاجه كلهم بيوصلوا في نفس اللحظه. ده حاجه انت فاهم. وبعدين ياخدوا كده ايه بلوك مثلا كده في مدرج، فاهم، ويبقى فيه مثلا ايه 3 ولا 4 منظمينهم، يا جماعه اقفوا كده وكده وكده. ده اللي بيحصل. وبعدين ايه، يقعدوا يغنوا اغاني الفرق التانية ويشيلوا اسم الفرقه التانية ويحطوا مكانها اسم بيراميدز. وبعدين يعني ده ايه ده، انت فاهم كده لحد ما الماتش يخلص. وبعد كده مع صفاره الحكم بالظبط تلاقيهم كلهم مش واقف في طابور وخرجوا بره الملعب. هل ده يتسمى ايه؟ ده يتسمى ايه يعني؟ انا عايز افهم بس. اللي ما فيه مثلا اللي هو ايه، اللي ما في، شفت واحد مثلا بيصفر على الزمالك لما يجي الزمالك ضاغط مثلا. يعني شفت برضو امبارح حاجه مضحكه جدا، لو بيغنوا اغاني تحفيل على الزمالك اللي هي اصلا جمهور الاهلي اللي عاملها، انت فاهم، بيغنوا اغاني تحفيل على الزمالك واحنا اصلا متعادلين 2-2. انت يا اسطى انت راضي بالتعادل يعني؟ انت كمشجع راضي بالتعادل؟ ما اكيد لا. يعني حتى يا اخي لما تيجي تعمل مسرحيه احبك القصه انت فاهم. بتعمل تحفيل يا اسطى، الزمالك هو اصلا طالع مستفيد من الماتش، انت اللي طالع خسران من الماتش ده. الزمالك هو طالع مستفيد. انا مش عارف انت كنت بتقول ايه امبارح. طيب بلاش انت يا سيدي، هدفك مش ان انت تعمل حس في الملعب، انت هدفك ان انت ايه تحفز اللعيبه بتاعتك. ما هو يعني ما همش جمهور، فعايزين حد كده ايه يشجعهم. انا عندي ليك سؤال بس، انا اتكلم عن نفسي. انا مثلا لو لعيب كوره في الملعب يا اسطى، ما انا عارف ان اللي في المدرجات ده ما بيشجعنيش ومش مهتم لامري ومش مهتم اكسب ولا اخسر.
الراجل اللي عمال يقول اسمي ده، هو انا عارف كويس جدا ان هو مش مهتم لاي حاجه، هو هياخد المصلحه ويطير. انا مش هتحفز عادي جدا ولا فرق. انا اللي بيحفزني حاجات تانية، زي ان انا عايز اكسب الماتش، حاجات زي ان انا عايز اكسب بطولة، حاجات زي ان الماتش كبير، حاجات زي ان في اعلام، حاجات تانية غير الناس المهرجين اللي عمالين يقولوا اسمي. انا اتمنى ان صاحب القرار في حاجة زي كده، انا معرفش الصراحة هو كان بيفكر في ايه، بس انا شايف ان هو لازم يراجع نفسه، لان الظاهرة دي بايخة جدا ومخليها شكلك وحش وبتضحك الناس عليك. احنا يا جماعه كده كده ما لناش جمهور، يعني مش احنا ملناش جمهور، بيراميدز ملوش جمهور. ما تكبرش وتصنع حاله غلط. انت تتحايل على الناس ولا تتحايل على نفسك؟ انت تضحك على نفسك. ما الناس كلها عارفه ان انت مالكش جمهور يا اسطى، انت مش عارف تتكلم في ايه. انا الصراحه شايف ان الظاهره دي تختفي، لان هم ولا هم بيعملوا منظر في الملعب لان شكلهم مضحك، واصلا المدرجات كده كده فاضيه، فهو مش هم اللي هيملوها، ولا هم مثلا بيحفزوا اللعيبه بتاعتك، لان اللعيبه عارفه كويس جدا ان هم مش فارق معاهم اللعيب ده يكسب ولا يخسر، ولا الفرقه التانيه مثلا بتحس بالرعب، لان ده مش منظر جمهوري يخوف بصراحه يعني. بس ده اللي كنت عايز اتكلم عليه بصراحه. ما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب، تدعي معانا نشوف اكرامي طبعا نسيب الفرقه، مع انه والله يعني الراجل ما بقاش ليه اي دور يعني، بس بصراحه وجوده في الفرقه مضايقني يعني. بس يلا يا سيدي، السلام عليكم.